اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا في ركن تكتيك من تقديم جابر نعمون. جابر نعمون، اخر مواجهه اليوم المنتخب الفرنسي امام المنتخب الارجنتيني، سنعيش ربما اخر ركن تكتيك في هذا المونديال. ان شاء الله نكونوا فدنا الجمهور، وان شاء الله نزيدوا نفيدوه في اخر عدد من المونديال، لانه لازم الجمهور يفهم شيء، انه التموقع الذي يدخل به اي منتخب لو بلوز امبورطون ماهوش التموقع، لو بلوز امبورطون سي التنشيط الهجومي وكيفاه تنظم روحك دفاعيا. راح نشوفوا حالات كيفاه تم التنشيط، هذه تاع 4-3-3 ماكش راح تشوفها نهائيا في الميدان، ولا 5-3-2 ما تشوفهاش خلاص، تشوفها سيستم هذاك يعطوا له سيستم دو باز القاعدي فقط. من بعد هذيك المتحركات تتغير على حساب المرونه تاع اللاعبين والمرونه التكتيكيه تاع اللاعبين والفلسفه تاع المدرب، اسكو وصلت للاعب ولا ما وصلتش. نبداو باول حاله، شوفنا الحاله الاولى. هنا هذه الحاله حبيت نبين فقط، شوف مبابي هنايا في غالب الاحيان كان يدخل في هذه المنطقه. ما هو الهدف من دخوله؟ يخلي المكان الى مارتينيز. وهنا من بين الاخطاء تاع المنتخب الفرنسي، مش اخطاء المنتخب الارجنتيني، هو اللي اوبليجاه الثلاثي اللي كان نعيطوا له حنا مركز التمويل. مركز التمويل شكون؟ مركز تمويل مبابي وديمبيلي. من هم؟ ثلاثي شوف كيف كانوا بعاد على بعضهم، شوف كيف بعدوهم على بعضهم مساحه كبيره. تو بي با علاه بعاد؟ لانه لما دير مثلث، ما هو الهدف من المثلث؟ ميسي ودي ماريا خلقوا هذا. ما هو الهدف من المثلث؟ مثلث فيه 3 رؤوس، اللي يحكم الكره عنده راسين هذوك حلين دائما، هذو ما اعطاهم الكره، ما اعطاهم الحلول، في 3 بعد على بعضهم. تفضل الصوره الاخرى. عزلوهم، العزل تم عزلهم. تفضل الصوره الثانيه، خليها انا حبيت نبين واحد الشيء فقط. لما تكلم الشيخ قبيل على دي ماريا وتكلمت انا على دي ماريا، شوف اللاعب دي ماريا كيف تم اللعب من اجله. تم اللعب من اجله، كل ما يمسك اللاعب الكره او ميسي يمسك الكره، كان هذا اللاعب يعمل ان ابل في هذه الجهه، وميسي يعمل ابل في هذه الجهه، واللاعب وسط الميدان يعمل ابل في لتفريغ دي ماريا. لانه دي ماريا 1 ضد 1 ولا 2 ضد 1 ماهوش تفوق عددي للمنتخب الفرنسي، لانه دي ماريا هناك تفوق نوعي. نوعيه اللاعب دي ماريا تفرض عليه انه 1 ضد 1 يليمينيك بطريقه سهله، مهاري. تفضل الصوره الاخرى. هنا في هذه الصوره تخليها تمشي. الصوره هذه حبيت نبين فقط انه مبابي ثاني تم عزله، منين يمسك الكره دائما 2 ضد 1 لغايه تغيير المنصب. اصبح يلعب راس حربة. واحد يضغط عليه واحد يغطي تلعب راس حربه باش تحرر. علاه الاخ عماد، علاه درت انا سبوت على هذا اللاعب وهذا اللاعب. حبيت نقول باللي المنتخب الفرنسي كانت عنده واحد الطريقه انه يسحبك من جهه ويلعب لك من جهه اخرى، لكن تموقع الجيد للاعبي المنتخب الارجنتيني كانوا ما يتسحبوش كامل. حتى اللاعب ديمبيلي ما يفرضوا تفوق عددي، وديمبيلي ما يخليوش. علاه تكلمت لك على الحاله هذه؟ دوك تشوف الخطا اللي خطاوا المنتخب الفرنسي. تفضل. هنا كريزمان لما لم يجد الحلول او بيان الى بروبوزي دي سوليسيون، كان يجي ديمبيلي هنايا. كان هذا اللاعب لاريير غوش تاع المنتخب الارجنتيني يخرج لديمبيلي، واللاعب كريزمان يحاول يطلب الكره. فاحنا نعيطوا لها المساحات النصفيه وبيان المساحات الداخليه، هذه الخارجيه وهذه الداخليه بين محور الدفاع ولاريير غوش كان يوتيليزيها كريزمان. تفضل الصوره الاخرى. هنا هذا هي اللي قلت لك نفكرك فيها اللاعبين تاع الارجنتين. شوف هنا لما يفرضوا رقابه تفوق عددي على ميسي 3 ضد 1 3 ضد 1، لكن هنا دائما اللاعب دي ماريا ماهوش في لا كابتور، مي كان هذه هي المكان تاعو، دائما يخليوا له المساحه. بالعكس المنتخب الارجنتيني وريت لك لي دو جوار هذوك كيفاه مام يروحوا جهه مبابي مي يبقاو جهه ديمبيلي. دائما هذه المساحه كانت فارغه وتسجيل على الهدفين. مدرب السعوديه رونار نصح منتخب فرنسا بعدم مراقبه ميسي فقط وترك زملاء. اكزاكتومون، لانه الخطر كل جا من دي ماريا، تحصل على ضربه جزاء وسجل هدف. تفضل. هنا حبيت نبين واحد الحاله فقط. لما المنتخب الفرنسي كان يعمل بريسينغ او كان يضغط، كان دائما يرتكب اخطاء، لانه المنتخب الارجنتيني كان عنده تفوق عددي في وسط الميدان. كان دائما يخلي هذا اللاعب، وهذا اللي درت له علامه استفهام، هذا من بعد استلم الكره، هذا راح لهذا، هذا راح لهذا، هذا راح لهذا، وهذا غطى زاويه التمرير هذا. لكن اللاعب هذا دائما كان وحده، دائما ما يكسر خط قدا فيه اللاعب 1 2 3 4 4 لاعبين دائما يروحوا ويستلم الكره المنتخب الارجنتيني. تفضل الصوره الاخرى.
شوف اللي حبيت نتكلم لك على مارتينيز. شوف مارتينيز فين كان يدير، كان ما يقعدش هنايا في محور الدفاع، كان يجي لهذه المنطقه في غالب الاحيان. علاه يجي في هذه المنطقه؟ يسحب اللاعب، وهنايا اللاعب ديبول كان ايضا يجي يشكل مثلث باه يسحب اللاعب. وشوف لما يتركوا الكره المساحه دي ماريا دائما يعملوا انهم يخليوا دي ماريا في حاله تفوق نوعي، واحد ضد واحد. تفضل الفاريس. لافون سونتر سي الفاريس ماشي مارتينيز حارس المرمى ودخل روبلاسون. شوف نفس الحاله اللي تكلمت عليها. شوف اللاعب هنا كيفاه يسحب للمدافع. هذو كانوا يدخلوا هنايا دائما يديروا ابل في العمق. وشوف ميسي كيفاه كملت لاكسيون، دائما ميسي يمد لدي ماريا في لو كولوار. لما الشيخ قلت لك دي ماريا كان عنده كان كل الفريق يعمل باه يكون دي ماريا واحد ضد واحد. شوف هذا ما غيرش المنصب تاع دي ماريا، لعب على الجهه اليسرى، هو ما في يلعب على الجهه اليمنى. راح تقول لي احنا نشوفوا باللي دي ماريا استلم الكره، بصح شوف كيفاه استلم الكره. كون ما دارش هذا ابل وما دارش هذا ابل وما سحبش هذا اللاعب هنا، ما توصلش الكره دي ماريا. تفضل الصوره الاخرى. هنا هذه حبيت نتكلم عليها تريز امبورطونت. شوف المدرب هنا الشيخ فريد واش عمل. المدرب كان له فضل كبير في الهدف الثاني. لما كانت الكره في العاليه كان يصرخ بكل صوته على اللاعب هذا ميسي باه يضغط على اللاعب هذا، استرجع الكره منه. احنا نعيطوا لها كيما نقولوا لا كونتر بريسيون. كانت عندك الكره لما نفقدها نريكوبيريها سور بلاس. شوف هذا اللاعب جاء في المكان هذا الهدف الثاني، سحب معاه لاعب. هذا اللاعب راح اشتغل في مكانه. راح تشوف الصوره الاخرى، هذا دي ماريا اكزاكتومون. شفت اللاعب هذاك اللي سحب معاه، هاو سحبه هنايا، سحبه عملت لك سهم كبير، خلى المساحه هذه للاعب. الى يوتيليزي هذا ليسباس لقطه الهدف الثاني، ودي ماريا سجل الهدف. هذه كنت نشوف في الشيخ حميسي قبيل دار واحد لا بيبليكاسيون كتب هجمه نموذجيه. هذه هجمه تدرس في التدريبات. لا، كل ما تحدثت عنه سابقا كان سحب المنتخب الفرنسي من جهه ومهاجمته من جهه اخرى. دي ماريا سجل الهدف. دي ماريا لا نفس الشيء اللي كنا نتكلموا عليه. ما كان شاغر في 10 صور اللي تكلمت عليهم والله 11 صوره دائما يسحبوهم من جهه ويخليو ينسيوهم في دي ماريا. تفضل الصوره الاخرى. هنا عملت هذه الاخر. هنا شواميني، وهنا كريزمان ورابيو. غريزمان هنا غريزمان ورابيو وشواميني، ثلاث لاعبين. ما في اغلب الحالات كان غريزمان يجي في المكان هذا. لماذا يجي في المكان هذا؟ باه يكسر الخط هذا. لكن المنتخب الارجنتيني اوبليجاه انه يجي في هذه المنطقه واستلام الكره في صدر لاعبي المنتخب الارجنتيني. تفضل. صورة أخرى. هذه صورة جديدة. هذه الصورة حبيت نتكلم عليها. هنا اللاعب ديبول. شوف المهمة تاعو. الأخ عماد أنت كتبع شوية الفوتبول، على بالي بلي قاري في الجامعة تاع السبور. هنا اللاعب هذا لارير غوش شكون؟ هرنانديز. شكون اللي يخرج ليه؟ لأنه ميسي كاين ثلاث مهاجمين. المدافع الأيمن للأرجنتين. المهاجم الأيمن للأرجنتين. المهاجم الأيمن. شكون هو اللي لعب مهاجم أيمن؟ ميسي. يخرج ليه ولا ما يخرج ليه؟ في هذه الحالة الكرة عند المنتخب كان دائما يخرج عليه ديبول. لماذا يخرج عليه ديبول؟ يخرج عليه ديبول لأنه ميسي ما تقدرش واحد ميسي اللي راح يدير لا ديفيرونس في الهجوم انه يطلبوا منه الوظائف الدفاعيه، انه يتبع هرنانديز حتى يجي لهذه المنطقه. كان يجي دائما ديبول هو اللي يخرج ليه. بصح شوف ميسي واش دار لو رول اللي داروا اليوم تريز امبورطون. روح للصوره اللي وراها دوك نقول لك واش دار ميسي. تريز امبورطون لو رول ديال هاو هرنانديز حكم الكره. شكون اللي خرج له؟ ديبول. ميسي واش يعمل؟ دائما كان يدخل لوسط الميدان يغلق زاويه التمرير. دائما كان يغلق زاويه التمرير. كانت المهمه تاعو يجي من هنا يغلق زاويه التمرير ويروح، لانه ميسي ما تقدرش تطلب منه مهمه دفاعيه يتبع المدافع الايسر حتى لهذه المنطقه. شوف ديبول المهمه تاعو كانت تريز امبورطونت، يغلق لما يفقد الكره ولما يحكم هرنانديز يخرج عنده. نتذكر دائما تصريح رونار قال سر تفوق ميسي في هذه الدوره هو ديبول. كان دائما ظل. انا حبيت نبين هنايا اللاعب شكون اللاعب هذا؟
مبابي. هذا اللاعب مبابي علاه مبابي خرج لهذه المنطقه؟ لانه شوف كيفاه صغروا المساحات بين خط الدفاع ووسط الميدان. شوف المساحه كيفاه صغيره، اوبليجاوه انه يخرج. تفضل 10 الى 12 متر. تفضل. شوف ديمبيلي ايضا مبابي ايضا دائما يخلقوا عليه تفوق عددي 3 ضد 1 ودائما ما يخرج يستلم الكره. تفضل الصوره الاخرى باش ما يضغطش عليا عماد برك. 4 دقائق بقاو لي. مازال اليوم شحال ابراهيم شحال 4 مازال 4 دقائق. خليها تمشي. شوف اكزاكتومون. شوف هنا حبيت ندير لا مركزيه لاعبي المنتخب الفرنسي. ما هو الهدف من ثلاثي وسط الميدان؟ انهم ايصال الكره في الحاله الهجوميه، ايصال الكره من وسط الميدان الى الهجوم. كي تعود عندك ثلاثه عندك نفس المهمه، ما يهمش شكون هو اللي يوصل، لانه كره القدم الحديثه ما بقاش واحد يكاسي لو جو والاخر يبني، يقدر اللي يكاسي لو جو هو اللي يبني. دونك ثلاثي وسط الميدان اصبحت عندهم نفس المهمه، ولاو دي تكنيسيان كامل كيما وسط الميدان المنتخب الكرواتي كوفاسيتش ومودريتش وبروزوفيتش عندهم نفس الخصائص، لانه ما شرط انك تكون في هذاك المكان. شوف هنا كريزمان ما في يكون في المكان هذا، ما في يكون في المكان هذا. دوكا كي داروا له لو ماركاج ولا غريزمان يخرج ورابيو يخرج ويخليو شواميني هو اللي يجي يستلم الكره ويؤدي الدور تاع الرولي بين وسط الدفاع، بين الدفاع والهجوم. تفضل. دقيقتين جابر. تكفي. هنا شوف كيفاه رابيو وغريزمان خرج طلعوا ليه باي يخليو شواميني هو اللي يجيب الكره. هذا اللاعب من بعد راح ضغط على اللاعب هذا، خلى اللاعب شواميني وحده هو اللي يصنع، هو اللي بنى اللعب. تفضل الصوره الاخرى. اكزاكتومون. هنا ماذا حدث شيخ فريد لما تكلمنا على التغييرات تاع المنتخب الفرنسي؟ راح يقولوا ماذا حدث، كيفاه المنتخب الفرنسي عدل النتيجه. لازم الجمهور الرياضي ما يتبعش كرة القدم كمتتبع فقط، لازم شويه يبدا يحلل، لانه الشعب الجزائري عنده ثقافه كرويه. شوف ماذا حدث. الهدف تاع التغييرات المنتخب الفرنسي هو انه عرف انه مبابي غلقوا عليه وعزلوه، دخل له لاعبين باه يترك المساحات لمبابي. دخل له 2 لاعبين تورام ومواني، هذا الثاني، ودخل له كومان دائما يحب يلعب على الجهه اليمنى باه يسحب له الدفاع، وهذا اللاعبين كانوا دائما يدخلوا الى وسط الدفاع. واللاعب هنايا غريزمان كان دائما يمسك الكره. هذا اللاعب شكون؟ هذا لا سي مبابي. لما داروا التغييرات مبابي دائما وجد ربما حتى تغييرات ديشون جعلت وسط الدفاع المنتخب الارجنتيني مهلهل. انا وامين شفنا المباراه، دخلوا لاعبين، مباراه يرتكبوا عديد الاخطاء على مستوى وسط الدفاع. دخلهم لاعبين يمتازون بقامه طويله ودي تكنيسيان وزيد الحاله البدنيه تاعهم كانت ممتازه لما دخلوا. روح شوف الصوره الاخرى. نفس التمركز جابر. شوف اللاعبين اللي دخلوا، 2 اللي دخلوا تورام ومواني. شوف هنا لاعب غريزمان كان يجي في المكان هذا، ودائما مبابي اصبح يجد حريته بعد التغييرات التي عملها المدرب ديشون. تفضل الصوره الاخرى. اكزاكتومون. لما قلت لك قبيل ثلاثي لا مركزيه اللاعبين، شكون اللي جا في المنطقه هذه الان عماد؟ غريزمان هو اللي جا للمنطقه هذه. لما يجي غريزمان اكزاكتومون قبيل كان هو اللي يدي ويخليه شواميني هو اللي يصنع. لما يجي غريزمان لهذه المنطقه كان اللاعب مبابي يدخل الى هذه المنطقه ويترك اللاعب اليساري هرنانديز يصعد يخلي له المكان. وكان دائما غريزمان لانه عنده تمريرات تغييرات ديشون احدثت دي ترانسفيرسال ملاح. سي بور سا كان يمتاز بدي ترانسفيرسال دائما يخرجوا 1 ضد 1. تفضل الصوره الاخرى. شوف نفس الشيء تورام مواني. شكون هذا اللاعب؟ غريزمان راح دار ابل عليه باه يخلي مبابي دائما وحده. شوف المساحه كيف يخليها له. عملوا كل الفريق عامله باه يخليو مبابي وحده. تفضل. حتى وصلنا للشوط الثاني باش درك ديشامب اللي عنده قوه في عند بعض اللاعبين لكي يمنح الافضليه لمبابي، الحريه لمبابي. شوف اللاعب الكومان اللي تحدثت عليه، لما دخل كومان شيخ دائما كان يوتيليزي الكولوار. كي يوتيليزا الكولوار تبعوه الدفاع،
كان هذا يوتيليزي تورام يوتيليزي هذه المنطقه ومواني يوتيليزي هذه المنطقه. راح تقول لي بصح مبابي ومعه واحد ضد واحد، واحد ضد واحد مع مبابي ماهيش تفوق عددي، لانه واحد تقني واحد ضد واحد. لما تخلي مبابي واحد ضد واحد راك درت افير، فهمتني يا بيبري. شوف كامل كل الفريق، وزيد هذا اللاعب تاع ريال مدريد كامافينغا لما دخل الى غلق المساحه امام ميسي. هو تاكد باللي ميسي غلق عليه كامافينغا لما دخلوا، كان فيزيكمون مليح، سي بور سا ضغطوا عليهم بعد ونقص. لو كان جيرو في مكان مبابي لكانت الخطوره تقل. واحد ضد واحد، واحد ضد واحد. جيرو ماهوش ما عندوش تفوق نوعي. تفضل. شوف هنا اللاعب هذا شكون او ما يبانش في لا كابتور، هذا سي كومان. شوف الشيخ كيفاش سحب لارير غوش. وهذا اللاعب تورام، وهذا اللاعب شكون؟ مواني. يدخل الى هذه المنطقه وكامافينغا يطلع. شوف مبابي كيفاه يجي لهذه المنطقه يطلب الكره. تركوا مبابي دائما، سي بور سا سجل الهدف، وكان دائما حس بلا ليبرتي وحس انه ما عندوش رقابه لاصقه. تفضل الصوره الاخرى. لا حتى دفاع المنتخب الارجنتيني بس اكزاكتومون تعبوا. زيد شوف الصوره الاخر المنتخب تعب مباراه. شوف الشيخ فريد كومان، شوف كومان واش كان يدير. كان يجي دائما هو الذي هلهل الدفاع المنتخب، كان يجي لهذه المنطقه. وشوف كي كان يجي تورام لهذه المنطقه كيفاه يترك المساحه. راح تقول لي شكون اللاعب هذا؟ مبابي. راح تقول لي هم عملوا له 2 ضد 1. اوكي عملوا له 2 ضد 1، لكن تركوا اللاعب مواني وحده. تروح لمبابي تخلي لاعبين وحده، تروح للاعب هذاك تخلي مبابي وحده. سي بور سا التفوق هذاك الهجومي اللي داروا ديشون اتى باكله. تفضل الصوره الاخرى. هذه اخر صوره جابها. جو بونس هذه الاخرى. هذا في لقطه الهدف. شوف كومان كيفاه سحب اللاعبين، كانوا كامل يشوفوا من الجهه هذه. من بعد اللاعبين اللي تكلمت لك عليهم، شوف شغلوا له من اللاعب 1 2 3 4 5 2 لاعبين اللي دخلهم ديشون، خلاو مبابي يخرج وجها لوجه. ما تقدرش تقول وجها لوجه، لكن خرج في وضعيه سانحه للتسجيل وتم تسجيل الهدف.